واحد يكون واجع اسنانه عشان يقولها. كلاسيك فوكس بيحب عم صابر بتاع الكابتن جمالي. طلع عم صابر. بسم الله الرحمن الرحيم. قفلت بقى امي وخدت كيس اللحمه من التلاجة من غير ما هي تعرف عشان اروح اسويها عند عم صابر. يلا بقى اوريكم التجربه دي مع بعضينا كده واحنا بنسوي كيس اللحمه عند صابر. الكيس ورحت على الجو عشان يسويلي. عايز اعمل الكيس ده يا اخويا. ايوه يا عم صابر. عامل ايه يا باشا؟ كل سنه وانت طيب. عايز اسوي الكيس ده يا عم صابر. حبيبي حبيبي يا عم صابر. كل سنه وانت طيب يا باشا. كيس بيكب 100. ده طب شوفوا مش بالوزن. هو ازيد من كده. طب شوف اقل من كده. ما ابو الكتير كلاسيك ابو الكتير يعني. شوف يا عم صابر وابنك بيعمل معاه ايه. بينكشك اللي بيحب واحد بينكشه. انا قبل ما اجي قلت له عم صابر هناك. قال لي اه. قلت له خلاص انا جاي لو مش هناك مش هاجي. عشان انت اللي تاكلني. كل سنه وانت طيب يا حبيبي. حبيبي. حاضر يا معلم. عم فوكس معاه واحدة هو. عم صابر عايز يوضح حاجه كده فيا ريت بقى ايه نشوف وجهه نظره. نقول للناس حبايبنا اللي يجيب علي يسوي. صوتك بس. نقول للناس حبايبنا اللي يحب يسوي حته لحمه على الصاج هنا عندي او في البيت عنده يسويها. يا لحمه ريشه، دماغ ريشه، لحمه بيت كلاوي، حيه ناعمه كده، حيه ملبسه وناعمه. لحمه ريشه عشان تستوي بسرعه وعشان تكون ايه طعمها كويس وعلى الصوت. طري اه. وتستوي بسرعه. ماشي ما يجيبوش عليا العيب. ايوه ريشة، لحمة يعني ما ريشة. تجيبليش حته بقى ما تعرفش مصدرها مقطوعه مني حته بيجيبوا لحمه، في بعض من الناس ما بيعرفوش بيجيبوا لحمه فخده فبتبرم وتسود على اللي هي الصوت. لحمه الفرم قصدك. لحمه الفار طب او دي- لحمه سليك في البيت. ماشي فانت تجيب لحمه ملبسه زي كده حته وحته، يعني زي كده اتعلموا مني اتعلموا مني. حته زي كده اهو ملبسه. ماشي دي بتبقى لحمه ريشه. الحاجات الملبسه دي بتبقى ملبسه زي دي. زي دي كده اهو. ماشي حاجات ملبسه دي تستوي بسرعه يا عم صابر. بسرعه بتبقى طعمها حلو طري. ما يجيبليش لحمه فخده ويقول لي طيب اقول يا عم صابر على الصاج. تقعد ساعتين تقعد ساعتين وتنشف وما بتطبخ. وما بتصبش. وهي بعد كده يزعل مني يقول لي ما طبختش عندك ولا حاجه. هي وجهه نظر بس مش اكتر. ايوه يا عم انت برضه بتفهمنا. ما دي معلومه عشان خاطر برضه ما حدش الكل يبقى فاهم. جيب لحمه ريشه، لحمه الكلاوي حته يكون ناعمه. يقول للجزار انا عاوز، الجزار اللي هو ذابح له عاوز اسوي لحمه على الصاج. طلع لي النواعم بتاع اللحمه بتاعتي. او يسال شات جي بي تي. طب يسال مين؟ شات جي بي تي. مين شات جي بي تي دي؟ برنامج. انا بحسب بتشتم حد ولا حاجه يا اخي. انا بقول لك الدنيا عيد. شات جي بي تي ما تعرفوش يا عم صابر. شات جي بي تي شات جي بي تي ده واحد دي ولا ايه ولا معلومه عن حد ولا ايه؟ ده راجل إيه دي؟ ده راجل آلي. اوه اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ شات جي بي تي. شات جي بي تي. ده عاوزه واحد يكون واجع اسنانه عشان يقولها. شات جي بي تي. والله بجد هنقعد مع بعض كده قاعدة شات جي بي تي. مفيش مشاكل ندردش. ندردش ونسأله أسئلة. مفيش مشاكل. خليها كده هي وظروف. هي وظروفها إن شاء الله. هتاكل زي ما انت كده على الصيد. أي حاجة يا عم صابر. كده مفيش حد. هيقفل الصيد ومفيش حد يعني. مش زي الايام العاديه. النهارده يا جماعة عم صابر شغال تسوية فقط. جايب له حتة اللحماية. استنى كده مرة بقى. النهارده بقى يا جماعة عم صابر شغال تسوية بس. تجيب له حتة اللحماية يسويها لك. تقعد بقى طماطم ولو عايز اي حاجه يدفعها لك كل حاجه. فسحه كانها في بيتك بصراحه. طبعا يوسف هو اللي بيقطع لو حد برضه عايز يراضيه باي حاجه. لو حد عايز يراضيه باي حاجه عادي. يعيد عليه بقى. اه يعيد عليه يا عم عادي. يا عم رادوني يا عم انا يا عم. واللي براضي العباد ربنا يا عم. ايوه يا عم كلنا بنراضي بعض. كلنا اسباب لبعض. عشان عايزين يجوزوا يوسف يا جماعه يبقى. والضحكه الحلوه في وش المسلم اخوك صدقه. اه والله. اضحك يا حمد. اضحك يا
تضحك يا ده لبني يا لبني دي خلي بالك اهو لبني لسه باخد. انت مستني ايه كده؟ انا دلوقتي مستني بقى اللحمه وتاخد في العيش كده. بسم الله الرحمن كده قدام الرحيم. منك هنا كده اهو. طلع يا عم صابر. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضل. بألف انا شيف. الله. بألف انا شيف. تقعد بقى يا باشا تاكل. ازعز. منها فسحه ومنها افطاره بره. والله تغيير جو. تغيير جو. هنا في كرداسه الكلام مختلف. جايين عند دوشه الاولاد. هنا كرداسه الكلام هنا يعني كل واحد بيجيب حته اللحمه اللي بياخدها او لو هو ذابح او حد مثلا لانك بتشرح لها في الذبيحه بتاعتك. او حد مثلا جاب حته لحم مثلا بياخدها مثلا ويوديها مثلا لعم صابر لاي حد بتاع كبده ويجي بقى ايه يسويها له ويقعد بقى على الصاج كده كأنه ايه بيبقى لها طعم تاني غير البيت. طبعا بيبقى لها طعم تاني خالص غير بقى قعده البيت وغير بقى ايه كده تسويه بس يا رجاله. تسويه بس تحت امركم. كل سنه طيبين. تعالى يا صابر. تعالى. يلا يا محمد سمع يا عمو. كلاسيك فوكس بيحب عم صابر بتاع الكابتن جمالي. يلا بينا على طلقه نشوف عم صابر والشغل العالي. كبدة جمالي نار احلى طعم في اي مكان يا غالي. عازمني بقى على كوبايه خضراء من ايد الست الوالده ربنا يخليها لك. وده كان فيديو النهارده وانتظروا بقى فيديو تاني هنزله بقى كده بأجواء مختلفة واحنا بقى ايه في أرض زراعية وبنعمل أكل كده حلو. شكرا لكل الناس اللي متابعانا، شكرا لكل الناس اللي بتعمل لايك وكومنت، معلش بقى لو مقصرين معاكم الفترة دي.